2024 دي سنة نقدر نقول عليها كانت غنية بالأفلام والمسلسلات الكويسة. شغال. طيب ولاد رزق 3 بقى. فيلم تجاري ممتع مسلي لذيذ. أنت عارفة ليه أنا بحترم مثلا واحد زي محمد رمضان؟ ايوه، وانا كنت عايزه اسمع منك النقطه أنا دي. دور هنا الزاهد أنا ما أعرفش هنا بتعمل إيه الصراحة. طفوليه وعبثيه بس هنبلعها. دور أسماء جلال، يا جماعة أسماء جلال بتعمل إيه في الفيلم ده؟ لا موهبه ولا اداء. بصي أنا عندي مشكلة مع هشام ماجد في حاجة. مصطفى غريب عسل. يعني ما قلتش إن هو سيء، بس أنا ما ضحكتش. بس امينه خليل سيئه في الفيلم ده. المنافسنا دي، المنافسنا كده. المنافسنا الصفرة دي. ازيكم؟ في البداية احفظوا الفيديو ده عشان هتحتاجوه كتير في اوقات فراغكم. النهاردة هنعمل لكم قائمة بافضل افلام مسلسلات 2024، وبرضه هنقول لكم اسوأ افلام مسلسلات السنة دي علشان ما تضيعوش وقتكم عليها. ازيك يا ضحى؟ ازيك يا ماجد؟ يعني احنا جايين النهارده نعمل حاله من البرجله كده للسنه كلها من الناحيه الفنيه، مظبوط؟ انت شايفة الاول 2024 دي سنة نقدر نقول عليها كانت غنية بالافلام والمسلسلات الكويسة، ولا كانت سنة في شنك؟ غنيه في حاجه ومش غنيه في حته تانية. غنية في ايه؟ في الافلام كانت في شنك بالنسبه لي. شوف مثلا احنا عاملين تقريبا 28 فيلم، ولكن لو عديت على صوابعك مش هتطلع باربعة خمسة حلوين. في حين ان انت لو بصيت على المسلسلات السنه دي كانت غنيه جدا في كان مصروف عليها المسلسلات. السنة دي. اه، كان مصروف عليها قوي. المسلسلات السنه دي لا، هايل هايل هايل. طب تحب نبدأ بالأفلام ولا المسلسلات؟ بصوا علشان الناس تبقى فاهمة احنا هنعمل ايه. احنا هنكلمكم عن الأفضل في كل كاتيجوري، عن الأفضل في المسلسلات والأفضل في الأفلام. أما في الآخر خالص هنقول لكم على المسلسلات والأفلام اللي ما تضيعوش وقتكم عليها، بس مش هنتكلم فيها كتير لأن هي اوريدي مسلسلات، يعني احنا شايفينها او افلام شايفينها انه يعني ما تستحقش حتى ان احنا نتكلم عنها باكتر من كده. بالظبط، اللي هم يضيعوا وقتهم عليها ولا احنا كمان نضيع وقتنا عليهم. بالظبط، هنبدأ بالافلام ولا المسلسلات؟ ها. الافلام بقى بما اقصر. طيب يلا. مم. ايه اول فيلم عندك في القايمة؟ احلاهم بالنسبه لي السنه دي كان فيلم رحله 404. اه، منى زكي. طبعا. فعلا كانت الفيلم ده كان مميز جدا. معاك منى زكي ومعاك محمد فراج ومحمد ممدوح ومعاك اخراج هاني خليفه، متوقع فيلم يبقى عامل ازاي؟ لا بس الفيلم فعلا حلو. اه. ونهايته عجبتك حلو. نهايته؟ اه انا يعني. عندي مأساة بقى في نهايته بالمناسبه. يعني انا شايفها كويسة، يعني شايفها، بس انت قلت لي قبل كده معلومة امم. ان الفيلم ده حصل عليه مشاكل كتير وقصته اتغيرت ده حقيقي. وكان موضوع كبير يعني. ده حقيقي وشخصيه. ودور محمد فراج. ايوه قولي لي بقى. ودور محمد فراج نفسه اتغير. لان لو انت عارف الفيلم نفسه مر بازمات كتير لحد ما طلع لنا، من اول لما كان اسمه القاهره مكه، تمام. وبعدين اتبدل وبقى اسمه رحله 404 رحله وايرور ومش عارفه ايه. الرقابه قعدت فترات كده بتعمل مشاكل، لا مش هيبقى القاهره مكه. وبعد كده جه لا مش هينفع يبقى عندنا شخصيات مثليه. ايه بقى موضوع الشخصية المثلية دي؟ آه، شخصيه محمد فراج بالاساس ما كانتش الصوره اللي طلع بيها كانش معانا. مدمن لا، ولا كان عنده مشاكل مع مامته. اصلا. اصلا كانت المشكله معاه هو. اه ان هو. اه. اه. مثلي. مثل بالظبط. الجنس. بالظبط، اه. فده عمل أزمة رغم إنها بالمناسبة كانت هتبقى منطقية أكتر وقتها عن أزمته بسبب إن هو عنده أزمة بسبب تربية مامته ومش عارفة إيه. ما كانتش هتبقى منطقية زي ما كان هيبقى منطقي لو هي فعلا كان مثل الجنس. وقتها كنا هنفهم هي ليه مثلا مش عايزة تبقى حامل منه، ليه كانت عايزة تجهض، ليه العلاقات ما بينهم كانت مضطربة وكانت شايفاه ما يصلحش إن هو يكون زوج كافي ليها. بس الفيلم بنسخته اللي طلعت من بعد الرقابة، شغال. ايه رأيك بالنسبه لي فيه؟ كان حلو، يعني بالنسبه لي برغم كل اللي حصل ورغم مقص الرقابه ورغم كل الحاجات دي الا انه من افضل افلام 2024. طيب ايه الافلام تانية عندك في القائمة؟ انت تقترح ايه؟ يعني انت تتخيل مثلا ممكن يبقى عندي ايه؟ السنه دي كان فيها افلام كتير، قول لي اسم الفيلم وانا اقول لك معايا في القائمه ولا مش معايا. يعني الفيلم بتاع اكس مراتي. انا ايوه. لسه شايفه من كام يوم. اه. صراحة فيلم لذيذ. جدا. فيلم لذيذ. حبيت مين فيهم؟ والله انا محمد ممدوح انا اها. بحبه جدا. طبعا. هو تمثيله، بصي انا عندي مشكلة مع هشام ماجد في حاجة. ايوه، انا كنت عايزه اسمع منك النقطه انا دي. انا انا هشام ماجد بحسه ان نفس رياكشناته نفس طريقته، اللي هو بيزمهل ويتعجب من ردود افعاله اللي قدامه، بنفس هدوءه بنفس طريقته. كررها 100 مرة. فيعني انا ما يعني، فبصي اللي بشوف منه جديد في تعبيرات وشه، في تنويع تون صوته، في واحد زي محمد ممدوح. يعني ما اعرفش، يعني انا مش ناقد فني برضو، بس انا بشوف ان هشام ماجد بقى متكرر جدا. انت ايش رايك ايه؟
مش هقدر انكر النقطه دي، بالعكس هتفق معاك فيها. فعلا هشام ماجد متكرر، ولكن هل لما انت شفته متكرر اثر في الشخصيه اللي بيمثلها، ولا شفته قد الشخصيه وقدمها حلو؟ ما هي الفكره كلها انه بيلعب شخصيه نمطيه في كل مره، هي نفس بمفارقات. دايما الكوميديا على فكره بالمناسبه ما بتطلعش من هشام ماجد، دايما هو بتطلع من اللي قدامه. بالظبط. يعني هديكي مثل سريع، هنخرج ونرجع تاني للموضوع. ماشي. يعني في المسلسل اللي اتعمل في رمضان اشغال شقه، تمام. مصطفى غريب كل الكوميديا طالعه يعني انت لو شلت دور مصطفى غريب استحاله. مستحيل المسلسل شكرا. يقف. مع ان هشام ماجد موجود وهو المفروض كوميديان كبير، بس حرفيا مصطفى غريب اللي نقل المسلسل ده في حته تانية خالص. حرفيا. يعني هي دي بقول لك ده مشكله. نفس الكاركتر اللي هو برضه الدكتور اللي هو ايه، فاهماني؟ برضه بيزمهل ويتعجب وبهدوء وطول صوته الهادي فاهمه؟ يعني ما اعرفش، انا دي وجهه نظري في هشام ماجد انه محتاج يتنوع اكتر من كده. طب ما شفتوش متنوع مثلا في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه؟ انا بقى الفيلم ده بالنسبه لي كان صدمه. عادي الناس تقوله حلو حلو، اتفرجت عليه والله ما ضحكت. ممكن يكون مشكله فيا، ممكن على اكون فكره معقد نفسيا على فكره، لا يا ممكن ماجد، يكون في مشكله هو عندي. على فكره فعلا الفيلم لطيف. في مشاكل بس مش سيء. يعني ما قلتش ان هو سيء، بس انا ما ضحكتش. ودور هنا الزاهد انا ما اعرفش هنا بتعمل ايه الصراحه، يعني برضو انت تقولي لي انت تقييمك لدور هنا، طب هقول في لك، ايه؟ هنا في كان عندي رايين فيها. في شخصيه انها الاليت وبنت الناس ومش عارفه ايه، كان دور سخيف قوي. هي دايما تحب تصنف نفسها لانها العروسه الملونه الجميله دي. بس لا، لما احنا شفناها في درية التانية اللي هي اللي طالعه من بيئة شعبية وشعرها كان مسود، هنا احنا وقتها شفناه انها لذيذة جدا. هنا في الشخصية الشعبية كانت ألذ بالنسبة لي من لما كانت طالعة إليت. لكن الفيلم بالنسبة لي ما كانش فيلم سيء، كان شغال. لكن لو هنروح فعلا لإكس مراتي، محمد ممدوح كان عسل في الفيلم. ايوه إيه، انت بتضحك لكن انا عشان افتكرته. ايوه، لا محمد ممدوح فعلا عامل دور ابن لذين. شخصية ان هو خارج من السجن فبيدور على طليق مراته ومش عارفة ايه، على بيدور على مراته واتجوزت مين. في لذيذ. لا وخدي بالك هو طالع من فيلم شقه طالع دور بلطجي ودور بلطجي، مم. بس هنا جابها من زاويه وهنا جابها من زاويه. حرفية فنان يا أستاذ. بالظبط. لما احنا نتكلم على حد بيعرف يمثل، محمد ممدوح يعرف يلعب أكتر من كاركتر في نفس السنة وكلهم مختلفين وبنفس الاجتهاد. انت عارفه ليه انا بحترم مثلا واحد زي محمد رمضان؟ قولي. ناس عليه مأخذ كتير، بس بص في التمثيل. يعني شوف ابن حلال، مهم. بص على جعفر مم. العمدة، بص على البرنس، بص على اللي هو نسر الصعيد، دوره كان في نسر الصعيد لما كان طالع ظابط. لا هنا في اداء وهنا في اداء وهنا في اداء وهنا في اداء. طب بالمناسبة، أصلا بقى برغم كل الشد والجذب فيما يخص رمضان، إلا إنه ممثل شاطر. انا بعتبره الاكثر موهبه في جيله كله اصلا. ممثل شاطر. شوفوا من اول لما طلع اصلا في بدايات ادواره البسيطه، شوفوا في ايوه احكي يا شهرزاد. ايوه. ده يعني انا لحد النهارده دوره في احكي يا شهرزاد هو الطب بالنسبه لي في ادائه. هي الناس ساعات بتاخد تصرفات شخصيه، تتفق معاها او تختلف وبتعكسها على على فنه. الشخص ما على فنه، ينفعش. انا بشوف افصل ما بين، انا ما بقولش ان محمد رمضان ملاك وما بقولش ان اكيد هو، طبعا اكيد. كل واحد لينا ليه ليه ما له مآخذ. وما عليه. اه. لكن في ناس تقول لك عشان هو في موقف مثلا انت شفته او بوست ما عجبكش على الانستجرام او فيسبوك او موقف او تصريح او مشكله شخصيه بينه وبين حد، فبتعكس ده على انه هو بيعمل ايه، هو بيبوظ المجتمع. وفكره بوظ المجتمع دي اصلا دي غريبه جدا. بس خلينا عشان ما نطلعش بره موضوعنا نرجع تاني. طيب انت شايفه ان احنا بنتكلم كده في ايه؟ بنتكلم في اكس مراتي اتكلمنا في اكس مراتي ورحله 404. ورحله 404. طيب انت عارف حلاوه رحله 404 ايه؟ لان احنا عديناه مرور الكرام وهو يستاهل مننا شويه تقل كده. الشخصيات وكتابتها، مش بس الاداء التمثيلي. كتابه الشخصيات هنا كانت قايمه على فكره المكاشفه. احنا بنعري الشخصيه قدامك. خلي بالك الفيلم ده ما فيهوش ولا مشهد فلاش باك، تمام. ولكنك انت عرفت كل حاجه مرت بيها شخصيه غاده اللي قلمت بيها منى زكي ازاي، عن طريق الشخصيات التانية اللي كانت موجوده. محمد فراج بقى ولا محمد ممدوح ولا حتى شيرين رضا، عرفنا وقتها ماضي الشخصيه دي ايه. تمام. فلا الفيلم كان تقيل. حلو جدا. اكس مراتي كان كوميدي لذيذ، حلو جدا. من الافلام اللي كان. وبعدين في لعب بالكاميرا في خلق الكوميديا فيه. تمام. زي المشهد لما هو كان تحت وبعد كده في صوت هيتضرب فوق ايوه فالكاميرا الكاميرا هتلعب طالعه معاه معاك. وهي كمان طلعت
طلع معاه فوق عشان تشوف كان مستخبي لما كان طالع مراته فوق. وبالمناسبة أمينة خليل رغم إن دورها مش مكتوب والناس اللي حلو، كانت بتترمي من الشباك دي والكاميرا تنزل ليها والناس ومره واحده يبقوا قاعدين بيتكلموا سوا كده يقلبوا على بعض بدون مبرر. الأب والأم في الفيلم كانوا اه المشهد المشهد بتاع بتاع لا مش طبيعي، هو بيضحك جدا. وفكرة إن هم خلاص هيمشوا وبيمشوا في عربية نص نقل، اه إيه يعني مع سفاح. مع سفاح حرفيا، لا واللي هو 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 الفيلم حلو جدا. اه. طيب فاصل من اللحظات اللذيذه، ندخلوا القايمه دي معانا ولا ما ندخلوش؟ بما إننا بنتكلم على الأفلام اللي فيها الرمق، فهو فيه الرمق، يعني فيه يتشاف. الرمق يتشاف بجد يتشاف. تمام. رغم ان عندي مآخذ عليه، فكرة ان انت مرة واحدة هتلاقي حلزونة كده تخش فيها تنقلك في الزمن، اللي هو طفولية وعبثية بس هنبلعها. نبلعها. ليه؟ ليه؟ مصطفى غريب عسل، مصطفى طلع لك في غريب. مشهدين بس في الفيلم. لا وبرضه لا هو ليه ابن الذين ليه حضور جامد قوي. اه ليه حضور جامد قوي، يعني انا متوقع له فعلا هيبقى بيومي فؤاد الافلام الجايه. عارفه بيومي فؤاد الافلام بعد كده هيبقى ايه؟ فيلم كان في وقت بيومي فؤاد كده يقول لك عشان الفيلم ده ينجح ويجيب ايرادات هبيومي. حط لي بيومي فؤاد. هو مصطفى غريب داخل في السكه دي. انت عارف ليه اعلان دلوقتي نازل؟ انا ما بليش تقول على الاعلانات، ولكن اعرف اقول لك الاعلان ده كويس ولا لا. ففي ليه اعلان طالع فيه هو واكرم حسني اي ما بيقولش فيه غير كلمة واحدة، اللي هو اسم المنتج، اه. كل مرة بيقولها بأداء. وفاكره برضه لما اتقابلوا الاتنين في اشغال شقه، لما اتقابلوا في الهايبر ماركت، لما بيقول له هو انت جايب البرتقال، بيقول له انت واخد البرتقال ده كله ليه؟ بيقول انا اصل انا عندي برد. قال له ايه هتخش عليه بايدك فاضيه؟ عشان ما تخش عليه بايدك فاضيه. رياكشناته لا هو لا ولا لما افهاته معلمه. عارف انهي مشهد اكتر ضحكني؟ مشهد الكبده ضحكني. ده صريخ ده. مشهد ده الكبده مش ممكن. قال له يا نهار استكلت. لا لما اقتحم الشقه، لما وكيل النيابه دخلوا يتكلم، فوكيل النيابه لسه هيخبط راح ضاير في الباب. بيقوم كده برجليه. ايه الواد عسل. لا وهقول عسل لك مشهد كمان لما دخل على مراته مع المصور، عسل. اللي هو مين اللي معاها ده، اللي هو هو ايه ده. رهيب. لا كاركتر. نقدر نقول ان هو من احسن الحاجات اللي حصلت السنه دي في السنه يعني الفنيه ابصم بالعشر. الوجوه. ابصم بالعشرة يعني. ابصم دي سنه بالعشرة. مصطفى غريب. اه ابصم بالعشرة اه يعني. طيب خلاص احنا كده معانا 3 افلام، مهم. هنضيف عليهم ايه في الفيلم الرابع ايه؟ هقول لك، تحب نشوف مقارنة ما بين فيلم شقه وما بين أولاد رزق 3، بأن الاتنين نقدر نقول إن هما كاتيجوري قريب ونزلوا السنة دي؟ لا انا مش يعني ما حسيتش إن ما شقه حس بيحاول نفس اللي حصل في ولاد رزق؟ يعني لا يعني ليه؟ يعني الوجه الربط هنا فين؟ يعني شقوا اتنين. ديو 2 طالعين صحاب، ده نفس التيمه اللي اتعملت في سلام يا صاحبي واتعملت في كذا حاجه. 2 صحاب اللي كتفهم في كتف بعض، اللي ظهرهم في ظهر بعض. مش حلو. بس كده، طلع معاهم كمان أحمد فهمي في الآخر ايوه. لما جه يسلكهم. لا يعني ده بيبقى دور ثانوي. بغض النظر، اه لكن نفس فكرة إن هو إحنا أصحاب جدعان في ظهر بعض وهنسلك العمليات اه. وهنعمل الحاجات. قصدك ان تيمة الجدعنة والناس بالظبط. اللي مع بعض في العصابة الواحدة، اللي وأكشن قلبهم على بقى قلب بعض. وعضلات لا بس وتستيرون. يعني في الاكشن وفي التصوير وفي الميزانية وفي كل حاجة لا يقارنوا يعني. مش بقصد كده، اقصد الفكره، مش اقصد الحاجات اه. التانية، العناصر التانية طبعا احنا طب يعني عارفين. شقه يتشاف؟ شغال. يعني يدخل جوه القايمة ولا نطلعه بره منها؟ شيء شغال. يعني انا شايفه مش ما الطف حاجة يعني يعني، هو ما يعني شغال. مش. بس أمينة خليل سيئة في الفيلم ده اه افورت قوي. قوي، شخصية فتنة فتنة الرقاصة. تخيل افورت. أمينة خليل رقاصة، افورت يعني قوي في الدور. الموضوع صعب أصلا، أنت مش افورت. هتبلعه. وبعدين هي عشان عارفة إن الأداء ده مختلف عنها وعن أدوارها السابقة، بلغت فيه أكتر من اللازم. بقت فيه شخصية بترتر دايما بتظهر قدامك، اه أنت مش عارف هي انا بتعمل إيه. بقول لك كان دورها مؤفر شويتين. مم. طيب ولاد رزق 3 بقى يدخل معانا في القايمة دي ايه؟ هتزعل مني ناس كتير أنت لا يا لا 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 ماجد. مش هزعل. قولي رأيك فيه. أنا عندي مشاكل مع فيلم ولاد رزق 3. ايه هي؟ الفيلم مش مصري. تمام. ما اقصدش ان هو علشان الانتاج السعودي والصندوق الترفيه وكده، لا اقصد ان حتى لما الاحداث حصلت، ما بقاش الفيلم المصري اللي احنا شفناه في ولاد رزق 1. احنا الاول كنا في الحاره بتاعتهم، وبعدين عين السيره، وبعدين جينا نشوف الشعبيين جم ازاي، حركتهم ازاي، اللي بيحصل لهم. ولاد رزق مره واحده حصل لهم طفره وبقوا ولاد ناس قوي. اتشال بقى من رجال عليهم التراب. اعمال. بقى قصدك ان هو مش كل هم واحد ولاد فتح رزق. معرض واللي فتح مش عارف ايه. ولاد رزق 3 يختلف كليا عن ولاد رزق 1 و2، في الروح بتاعته، في الإحساس بتاعته، في العناصر المصرية بتاعته. طب وده مش تطور طبيعي للشخصيات؟ كل مرة كل نهاية
فيلم بيعملوا عمليه كبيره فبيكسبوا. فالمفروض بقى ان ده ينعكس عليهم بقى، النعمه تبان عليهم، ده طب مش تطور طبيعي. تبان، بس ما تبانش بانك تشيل منهم الجزء بتاعهم. انت ما شفتش اي حاجه ليها علاقه بالمصريه اللي كانت موجوده في المشاهد السابقه. طب حتى لو هنعمل عمليه، احنا فهمنا ان اوريدي صندوق الترفيه داخل ومش عارف ايه، لكن حتى الاحداث بتاعت العمليه المهمه تمت في السعوديه. انت بقيت قدامك بتشوف جمال موسم الرياض وجمال الاماكن اللي هناك الحديثه اللي معموله، ولكن انت مش شايف شبحانة المصريين. روح عين السيرة، حتى الأكشن بتاعهم بقى عامل ازاي. بقى آسر ياسين راكب العربية بيكسر كل العربيات اللي حواليه اللي اتدفعت فيها الفلوس، اللي هو يا ريت الواحد عارف ياخد عربية منهم ليه ولا أي حاجة. وبس كده. طب فين الأكشن؟ جبت لي ملاكم مثلا معروف أو حاجة. انا اكتر حاجه استغربت لها امم دور اسماء جلال. يا جماعه اسماء جلال بتعمل ايه في الفيلم ده؟ امم بتعمل ايه؟ ايه والله؟ موضة. بتجري ورا يعني طول الوقت عماله تجري. لا لا لا، السنة دي بتعمل أسماء ايه؟ جلال مجرد موضة. لا فعلا انا استغربت. يعني وانا استغربت ان هي قبلت الدور ده الصراحه. يعني انت المفروض دلوقتي بقيتي تمثلي بطولات وبتاع، فاهماني؟ أسماء عندها حب ظهور غير طبيعي، ف يعني لا. شيلي دورها كده من الالف للياء في الفيلم. طلعيه ولا الهوا ولا اثرت في الاحداث بجنيه. انت عارف، ده رأيي انا وانت. مرة كنت راكبة عربية مع حد من الابليكيشنز وكده، وبالصدفة كنت خارجة من سينما، فإذ فجأة هو لما حس ان انا خارجة من سينما قرر يتكلم معايا عن الافلام. فقال لي ايه، انا ما حبيتش في حياتي غير فيلم ولاد رزق 3 بالمناسبة، يعني ده الشارع بقى. فقلت له ليه؟ قال لي ما شفتيش خطيبته لما راحت له وقفشته؟ اللي هو كده، اللي هو ايه ده، اللي هو قفشتك من فين وراحت فين؟ اللي هو هو مش مركز في الشخصيات الأساسية قد ما مركز ان قد ايه راحت تقفشه لحد ما سافرت له هناك علشان تمسكه. فهم حطوا التاتش اللي هيحبوا الشعب المصري، اللي هيحبوا الفئة العمرية دي. اعتقد وقتها هو سنه كان صغير، تقريبا 18 سنة لحد 23، هو شكله تمام. يجيب كده. فهو لا، بالنسبة لي ولاد رزق 3 فيلم جيد الصنع، ولكن مش السيناريو بتاعه مش محكم بالنسبة لي زي الأحداث، زي يدخل معانا السيناريو. القايمه ولا ما يدخلش؟ لا مش عايزة أحطه. طيب اللي بعده. هقول قلنا فاصل من اللحظات اللذيذة، وقلنا شيء ومش عارف الحريفة واحد، ويحط 100 خط تحت الحريفة واحد. ايوه لأن أنا الحريفة 2 بالنسبة لي شكرا، بصة جميلة كده وتحط على جنب. تمام. لكن الحريفة واحد لا، بالنسبة لي كان مختلف. أولا فكرته كانت لذيذة. إياد لما كتب السكريبت بتاعه، وش كان قاعد كده على كرتون كابتن ماجد، وقال لي يلا بقى عندك كابتن ماجد، عندك بسام، عندك لانا. ايوه انا في ايام عز كنت عامل شغل جامد جدا. كنت بصي عايز اقول لك ايه، سيبك من الكرش ده، بس كنت يعني ايام عز بقى كنت جامد جدا. قولي هيا ماجد. لي. ايوه خلاص هيا اخويا بسام دلوقتي هو اللي كمل، انا اللي اعتزلت بدري. قولي لي. الفكرة الربط بينهم كانت لذيذة. ايوه كتابة الشخصيات كانت حلوة. النقلة من اللي هو ده ابن الناس للحتة الشعبية، نقلة ذكية. يعني أنا بالنسبة لي دي نقلة أحلى من فيلم لا مؤاخذة بتاع عمرو سلام. اه لأن هنا اتنقل من إليت لشعبي، وهنا اتنقل برضو من مدرسة إليت لمدرسة شعبي. ولكن هنا النقلة كانت أكثر حيوية، كانت حقيقية. اللي هو تخيل انت داخل مدرسة شعبي بجد بقى، السن الحرج ده هتقابل مين؟ هتقابل بقى حتة وهتقابل نص واسماء كده. اها. اللي هو حتى هيندهش، اللي هو ايه ده، هو في عمر عندكم كده عادي يعني. مين اللي منور في الفيلم ده قوي؟ نور خالد النبوي ولا حد من زمايله؟ حد من زمايله. اللي هو مين؟ 2. مين؟ في جزء واحد كان منور كزبرة، وكان منور كمان محمد غزي اللي هو طلع في دور الششتاوي. ششتاوي. ايوه محمد غزي موهبة، اكتشاف اكتشاف. خصوصا لما تعرف انه اصلا هو تقريبا مش عايش في مصر، اتعلم بره. ده جاي تقريبا من لندن او حاجه زي كده، يعني هو مصري والله. بس كان عايش ومتعلم بره. اه ويتأمل لك الدور الشعبي بالدرجه دي، وفتحه الصدر وبطريقه الكلام اللي ما تحسش فيها انه مصطنع. يعني مثلا احمد مالك لما جالك في المسلسل الاخير اللي كان معروض لسه قريب، كان اسمه مطعم حاجه، مطعم الحبايب. مطعم الحبايب. ما كانش عارف يعمل لك فيها ان هو الفقران ابن البلد اللي امم في الشارع ومش عارف، في حين ان غزي اتقن المسلسل، اتقن دوره كويس. اتقن دوره كويس، وكان لذيذ، ويقول لك ده ابن الناس، ده ابن الناس، ده مش ايوه عارفه لا. اتقن دوره اتقن كويس. دوره كويس، ولكن في الجزء الثاني ما عملش ده. طب كزبره. بص بقى، كزبره ده
خيرة اخيار المطربين الشعبيين اللي قرروا يخشوا الوسط الفني. اصل هم كتروا قوي بتوع المهرجانات، عمالين كل شويه يطلعوا في افلام، وانا بشوف ناس منهم يعني لا يصلحوا بجنيه ان هو يمثلوا يعني. لا يصلحوا تماما. ده بص، هما لا موهبة ولا أداء. عندك مثلا عنبة ولا عصام صاصة ولا يعني انا بقى نص مقبول، لكن عصام صاصا كان دوره كارثي. كارثي بمعنى الكلمة. في فيلم اسود ملون السنة دي كان ضايع يا ماجد، حمو ضايع. بيكا بالمناسبه طلع في مشهد مع رامز جلال في فيلم انا مش فاكره، لما كان طالع في حمام السباحه، ده على فكره دمه شربات. بقول لك يا حمو بيكا كان طالع السنة دي في عصابة الماكس مع أحمد فهمي مع روبي، يسمعني حين على فكره يراقصني. دمه شربات. عسل. انا مش عارف ده ازاي، يعني ما بتعملوش حاجه، ما بياخدش فرصه زي كزبره نفس الدور بنفس الحجم. انا متهيألي هيكسر الدنيا. يعني سيبك منه هو في المهرجانات، يعني صوته اللهم صل على لا النبي لا لا ربنا بيضحك. صوته يعني مش عايز اقول انت لك اصلا صداع، بس ده وجهه نظر يعني. بس ده لو ممثل لا مشكله. انت عارف اصلا ايه اللي شهره في الاول خالص؟ انا م? فاكره، لان انا ماليش في الاغاني الشعبي قوي، ففاكره اول لما ظهر كان كده اه ربكم ايوه يا عم يا عم. هو لا هو كاركتر، هو فهو واضح ان كاركتر. طبيعته كده. مم. طبيعته كده، فانا شايفه ان ده ياخد فرصه يعني. طيب عشان ما نتوهش. فكزبره في الفيلم اللي هو اي بتاع الحريفه اي كان كوميديته معتمدة على الأداء الجسدي، كانت معتمدة على المخارج الحروف، حركة الجسم وهو بيتكلم على الدغري، ومش عارفة بيعملها ازاي، بس هو لا هو حلو، احنا كسبناه. والسنة دي بالمناسبة طلع برضو تاني في كوبرا مع محمد عادل إمام، كان في مسلسل في رمضان، هو اللي كان واخد الكاميرا عن محمد عادل إمام. للدرجه دي اه يا شيخه؟ اه. لو شفت المسلسل هتصدمني، بجد لا ما هتصدقني. اتفرجش عليه الصراحه. يعني كان مسلسل واخد شغال. منه الكاميرا. وش طيب دلوقتي في الافلام، هل لديك اقوال اخرى في الافلام اعتقد كده؟ ان انا خلاص مش كده. لاقيه، مش لاقيه، حاولت. طيب مفيش، يعني احنا بنتكلم بنقول الناس كده سريعا. انت قلت لنا ايه؟ فاصل من اللحظات اللذيذه. اتكلمنا قلنا ولاد رحله الرحله 404. 404. مهم. تمام. قلنا اكس مراتي. اكس مراتي. قلنا ايه تاني؟ احنا خرجنا شقه من القايمه صح. خرجنا شيء من القايمه. والحريفه واحد. والحريفه واحد، وخرجنا برضو ولاد رزق من القايمه. بصراحه يعني ما ندخلوش في اخر حاجه كده لانه ليه جماهيريه كبيره. يعني نقدر نسميه فيلم ممتع مسلي. فيلم تجاري ممتع مسلي لذيذ. يعني فقط لا غير. ندخله القايمه. ندخله عشان الصرف اللي اتصرف عليه. بالظبط عشان وي. نحل القرشين في اللي 200 دفعوا مليون فيه. جنيه في العربيات اللي اه اتدغدغت. يعني يدخل معانا في القايمه. يدخل. في حاجه تاني؟ عارف ليه يدخل؟ دي علشان اداء اسر ياسين، شخصيه اه الشايب. ده ممكن يطلع منها. يا ريت، اهو ده يطلع اللي انا منها مستنياه. فيلم، يعني ممكن يطلع منها حاجه. انا مستنيه ان هم يفكوهم بقى من السيره دي. لان فيلم و... شباريخ ما عجبنيش قوي. خدي بالك، يعني فيلم شباريخ انا بلاش استغربت يعني خلاص بقى. يعني. فانا معلش انا قطعتك، بس كانت صدمه بالنسبه لي فيلم شماريخ. شفت شخصيه الشايب دي ممكن. شماريخ انا معاك في نفس الصدمه. الشايب ده لو اتعمل شخصيه هتطلع شخصيه بنت لذينه هتكسر الدنيا. توقع لها كده. انا برضو حسيت ان وش هو ممكن شخصيه يطلع سريعه منه كده. جدا. يطلع منه شغل حلو. بعدين الشايب محتاج يتعمل له لوحده. احمد الفيشاوي محتاج يطلع بشخصيه لوحده من وسط ولاد رزق الثلاثه. خلاص احنا اتكلمنا يعني. هنتكلم عنه فيما بعد احمد الفيشاوي ده لان محتاج قصه. محتاج قصه. طيب ندخل على المسلسلات. يلا. انت قلتي ان السنه دي مم. كمسلسلات افضل بكتير من الافلام. ده حقيقي. دراما ده ليه؟ حقيقي. الانتاج السنه دي في المسلسلات كان ضخم جدا. في اكتر من شركه انتاج كانت بتنتج مثلا خلال السنه 3 و4 اعمال. كمان انت عندك المسلسلات السنه دي ما بقتش مرتبطه بمسلسلات رمضان بس، بقى عندك اوف سيزون وجوه السيزون. فلا انت بقيت مستمتع، انت قبل رمضان بتتفرج على حاجات، جوه رمضان بتتفرج على حاجات، بعد رمضان برضو بتتفرج على حاجات. ولكن انت عندك كمان ميزة المسلسلات القصيرة السنة دي، لان انت السنة دي بدأ يكون في وعي حقيقي بأهمية المسلسلات ال 15 حلقة وال 16 حلقة. فشفنا ده السنة دي، فعشان كده طلعنا بمسلسلات احلى بكتير. بالمناسبة اغلب المسلسلات الحلوة قوي السنة دي مسلسلات قصيرة. وده كان ترند، كان لافت جدا. السنه دي كان في مسلسلات قصيره كتير جدا. واحلاهم. وكان الصرف باين. اه الصرف السنه دي فعلا كان باين قوي في الانتاج. انت بتتكلم على الصرف ده، كان في صرف ابن لذينه. انت ما شفتش الحشاشين؟ لا ايه يعني رايك في الحشاشين؟ تحفه. انا جامد جدا. ليه؟ بصي، انا مش هاخده. انا عمري ما احط فيلم مسلسل مم. واقارنه بالحقيقه التاريخيه. ليه؟ مم. لان لازم يبقى فيه بعد درامي. مهم. لازم يبقى فيه خيال للمؤلف. اه لانه مش فيلم وثائقي، مش دوكيومنتري هو عشان امشي بقى يعني مظبوط. لكن كان فيه كوكبه. بصي تصوير تحفه. في مشاهد اخراقيه بالذات في المعركه الفاصله اللي حصلت دي
تحفه. مهم. ممثلين كريم عبد العزيز، احمد عيد، فتحي عبد الوهاب، حتى الولد اللي كان طالع، انا اسف نسيت اسمه، اللي هو كان طالع ابن ابن المؤذن المؤذن، يحيى. يحيى، اه اداؤه حلو جدا، وده هيبقى احمد ليه عبد مستقبل. الوهاب تقريبا. اه هيبقى ليه مستقبل كبير جدا. لا لا على يعني، فكره ممثل شاطر ده، ما برضو انا كان بقول لك، طالع في اشغال شقه لو انت يعني انا بقول لك فاكر. ده انا بعتبره كمان من حسنات 2024. اه طبعا. فلا مسلسل، لما احنا طول الوقت كنا بنتفرج على الدراما السوريه والدراما التركيه، يا جماعه طب ما احنا عملنا حاجه مصري اهي، مهم. يعني جامده جدا. انا شايف ان هي خطوه على الطريق الصحيح، لان نأصل فكره الدراما التاريخيه، لان كنا متاخرين جدا عن تركيا وعن سوريا، كان جمهورنا احنا بيروح يتابعهم. طب ما اه ليه يا جماعه، ما احنا عندنا الممثلين وعندنا بس احنا ما نقدرش نقول ان الحشاشين مسلسل تاريخي. ليه ما كان في نقدرش؟ جانب فانتازي وسحري، ده مش تاريخي قوي لا. على فكره هم في وقتهم كانوا مؤمنين بقدراته كده، بس ده تاريخ. وفي كتب اتكتبت كده، يعني في كتب اتكتبت كده. ما احنا يصنفش تاريخي كده. بره الموضوع التاريخي، اه الفكره يا ضحى، مهم. فكره المود ده مم. احنا ما كانش عندنا في مصر. بالقوه دي وبالانتاج ده حلو، وبالصرف ده لا. فانا شايفها خطوه كبيره لقدام. مهم. تمام. فعشان كده انا لو هتسالني على رايي اقول لك طبعا يدخل في القائمه دي مستريح يعني. طبعا طبعا. طيب وايه رايك في جودر؟ حبيته جدا. صح. انا حبيته برضو حبيته جدا، قوي يعني. مسلسل مهم وتقيل. منزعجة من قفلته، ولكني عرفت في الخباثة كده ليه اتقفل كده. عشان السيزون التاني. مش عشان كده. امال ايه؟ هم قالوا لهم مرة واحدة، ما ده بقى اللي انا عرفته، قالوا لهم في جودر احنا هنقفل كده، وهم مخلصين الجزء التاني ده اصلا، ده كان هينزل بقية مسلسل. قالوا لا هنخليه بقى رمضان الجاي ان شاء الله. اه ده ده ايه ده؟ ايه ده بالظبط، ده ايه ده. ده غريبة قوي. المسلسل سمع وكسر الدنيا وعمل مشاهدات واخد صرف، فلما جاب قالوا لا احنا عشان كده، انت لو خدت بالك حتى الحلقه الاخيره منه في الجزء الاول ما مش قافله اصلا، اه اللي هو لان يعني الحلقات هم كانت على الهوا كده قرروا ان احنا لا هننزل نوقف، بيه تاني. هننزل بقى الجزء بقيته التاني الجزء التاني وكله عايزين، خلصان اصلا. اصلا اصلا عايزين يطلعوا منه فلوس بقى، تقريبا. نبيعه مرتين. ايوه والله الفكر الاستثماري ده برضه حلو. يمكن الفكر الاستثماري ده هو اللي لما يجيبوا فلوس يعرفوا يطلعوا اعمال بجودة عالية نتمنى. لا يعني. ما احنا شفنا ده في جودر اهو، في مسلسل اتعمل حلو، فكرته حلوه، النقل ما بين بالزمن في العوالم، الحكايه بين ما بين العوالم، العوالم معمول ومعمول حلو قوي يا كويس، معمول ماجد، كويس معمول فعلا. حلو. كويس. المزيكا فيه كانت حلوه، الموسيقى التصويريه في جودر كانت حلوه قوي. تمام. يعني انا مش ناسياها لانها فعلا كانت حلوه. الشخصيات الرئيسيه عندك ياسر جلال، حقيقي ممثل تقيل. ساعات بيختار اختيارات غلط، بس لما بيركز يا ماجد بيطلع منه شغل حلو. ياسمين الرئيس السنه دي بالنسبه لي هي اختياراتها سيئه وتمثيلها ضعيف سواء في رقم سري، تمثيلها بشع قوي فيه بصراحه، اه بجد تمثيلها يعني واقف في رقم وما سري. اعرفش هي في عمليه تجميل او حاجه، ما اعرفش، حاسس ان رياكشنات وشها في حاجه. بصي يا ماجد انا بصراحه ما بفهمش في الحاجات دي قوي، بس الاحظ يعني انا شايفه ان شفايفها منفوخه وطالعه انا لفوق، ما اعرفش، حاسس ان هي الوش وبتبدا مشدود الكلام بس. بالظبط يعني رياكشن، ما اعرفش، انا انا ما بسال، اعرفش برضه. قلت انت بنت هتجاوبيني في لا المعلومه. بصراحه ماليش في يعني الحاجات حاسس ان دي. وشها جامد يعني، مش مدي ايوه رياكشنات، مش بصي مدي هي دايما تعبير. في اغلب المسلسل هي عامله كده. اه ماشي يا لطفي عبود، مم. بجد. طيب وشها جامد ماشي. قوي. انا ما اعرفش هم بيعملوا ايه او في ايه اللي بيحصل. هي بص انا اخمن، انا مش واثقه، بس ده اللي انا شفته من تعبيرات الوش، طب ان الوش مشدود من هنا والشفايف منتفخه اكتر من ده في اللازم. رقم سر في ما جودر. علينا بقى. في جودر جودر بقى انا حبيت ياسمين رئيس في صح. جودر. انا برضو شايفها كويسه. ما اللي هو انت يا بنت الناس اهو بتعرفي تمثلي كويس وعندك الموهبه وما بتطلعش ليه مدكناها جوه ليه. تمام. في جودر كانت حلوه، حبيت حكايتها للشخصيه وحبيت ادائها التمثيلي وتعبيرات وشها كانت حيه، ولعبها بالكلام ونقلتها في المشاعر ما بين انها غيرانه عليه بعد كده، وما بين انها بتدافع عن نفسها، وما بين انها عايزه تحمي اهلها وتحمي باباها واختها. لا فمسلسل جودر بالنسبه لي حتى الاخراج بتاع جودر، كان جودر متميز. اسلام خيري يعني في اخراج، في عين، انت شايف نقله في المشاهد كويسه، شايف الكادرات مميزه، شايف اللقطات مختلفه، وبعدين انت بتتكلم عن حكايه سحريه من حكايات الف ليله وليله، فانك تنقلها بالصوره الاخراجيه دي وتجيب لي العقارب والصحراء ومش عارف ايه. لا بصراحه اسلام خيري هنا اثبت نفسه ان هو مخرج شاطر. هو قبل كده كان خارج خلال السنين اللي فاتت برضو لدنيا سمير غانم تقريبا جت سليمه، مم. ولا المسلسل اللي هي نزلت فيه من رحله لرحله.
لا ما اتفرجتش عليه فمش هفتي. ما تفتيش، تمام. تمام. لكن هو برضه هو بيعرف يلعب العوامل دي، يعني هو بيعرف يجيب لك كذا عالم ويقول لك بص عليه انا بعرف العبه. طيب هندخل مين معانا في القائمه تاني؟ انت فصل من اللحظات اللذيذه طبعا، انت قلت لي رايك فيه وقلت ان هو لازم يدخل بس ده القائمه. فيلم، احنا في المسلسلات. انا اسف، اشغال شقه، انا اسف. اشغال شقه انت شايفاه انه يدخل معانا في القائمه ككوميدي ككوميدي؟ بالنسبه لي افضل مسلسل كوميدي خلال السنه دي. طب بصي خلينا نصنفهم الاول، خلينا في الدراما. اما بالظبط هيدخل حد معانا تاني في الدراما؟ اهم مسلسل اتعمل السنه دي من وجهه نظري ايه هو؟ صله رحم. اه. ده مسلسل يعني لو في حد ما شافوش لازم يشوفه، ده مسلسل ما يتفوتش. لعب فيه، بص يا ماجد، الكتابة فيه لهشام عبية، مم. كتابة على الشعرة. يعني انت قادر تنقل لي تفاصيل الشخصيات في قضية حرجة زي تأجير رحم. ايوه دي كانت قضيه صعبة. بالظبط، ويعني بامانه انا مش عارف جاب الفكره منين، لان هي بتحصل بره في اوروبا وبتحصل بره متاخد من مسلسل أجنبي اه. بالمناسبة، ما انا قلت مسلسل برضو أسباني تقريبا. الفكره دي بنسمع عنها في اوروبا في امريكا تأجير الرحم ده وبتاع، لكن انا قلت الموضوع نزل مصر امتى؟ نزل عندنا اهو، احنا عندنا كل حاجة. لا بس هو مكتوب كويس. مكتوب كويس قوي، لانه اولا هو خد الفكره من بره، منها مثلا تيمة الشخصيه. يعني الشخصيه بره في المسلسل الاجنبي كانت طالعه برضو سمراء البشره شويه كده، مش مسمره لدرجه، قصدي قمحويه مثلا، نفس درجه لون مثلا اسماء ابو اليزيد. فاحنا هنا خد لك صوره البطله واحده، القضيه واحده، ولكن مش هتلاقي جمله واحده بالمسلسل ده ليها علاقه بالمسلسل ده. مش هقول لك انه متمصر، هو مسلسل جديد. ايوه. انت عندك دوافع شخصيات مختلفة تماما، عندك أزمات مصرية أصيلة قوي جوه المسلسل. انت عندك واحدة بتمر بأزمة حقيقية بسبب الشخص اللي هي خلعته، طليقها. مم. وده حاجة تخص قضايانا احنا اسماء ابو اليزيد بمجتمعنا كان عامله دور جامد جدا. قوي. واياد نصار. اياد نصار. خش بقى على اياد نصار. اياد نصار كان قدامك شخص انت ممكن تكون شايفه قمة في الأنانية وقمة في النرجسية، ومين اداك الحق ان انت تكون المتسبب في ان مراتك تفقد رحمها بسبب حادثة وانت ما تبقاش موجود معاها، فتفكر ان انا من حبي ليها انا هاخد بويضاتها المجمدة وهلقحها في رحم واحدة تانية بدل ما اتجوزها عشان انا مخلص وحبيبها انت، لدرجة ان هو آمن بده، لدرجة ان هو أفنى روحه في الحلقة الأخيرة في هذا السبيل. الصراع النفسي اللي هو كان عايش فيه طول الوقت ده هو نقله حلو قوي. كل الشخصيات يا ماجد، لا الشخصيات بس كلها، بص هو انا اشعرت وانا بس بكلمك. بس بس اياد نصار فعلا كان عايش قافل على نفسه في صراع كده، اللي هو ما بين اخلاصه وما بين عايز يكفر عن غلطته، وما بين عايز يحافظ على بيته ويدي لمراته البيبي اللي بتتمناه. وما بين ان هو نفسه كان في اول الحلقات عنده مبادئ هو نفسه كسرها بالظبط هو واحده واحده خلال بالظبط هو المسلسل. كان طالع في الاول مبادئ وبتاع، بدأ كل شويه وهو تحس انه كل ما بيخسر مبدأ بيخسر حاجه من روحه، فاهمه؟ عشان ف... كده كانت ف... نهايته منطقيه، دي ايوه. النهايه اللي استحقها شخص قاعد يتخلى 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 وهو فضل مؤمن بده. ومن الادوار الحلوه في المسلسل ده كان محمد جمعه ايوه. في دور الطبيب النساء، ايوه. او دكتور قدامك، دكتور نساء بيقوم بعمليات اجهاض. ممكن للوهله الاولى لو كاتب مش شاطر كاتب الشخصيه هتكرهه ايوه. او تحس ان هو انسان خسيس مثلا، لكن لما تبقى مكتوب لك بدوافعه النفسيه وليه منطق او ليه مبدأ ماشي بيه، تختلف بقى تتفق معاه. هو شايف ان عمليات الاجهاض دي بتخلي البنات تقدر تعيش كويس في المجتمع، ممكن يتوسموا فيه بوصمة عار مش هيقدروا يعيشوا فيه. ايوه. وقال لك انا انقذت تقريبا بتاع 100,000 روح ولا مش عارفة مليون روح، مش فاكرة الرقم بالظبط. ايوه. لكن بصراحة المسلسل ده قايم على قضية مجتمعية حساسة قوي يا ماجد. تمام. يعني حتى فكرة البنت الحارة الشعبية اللي واحد ضحك عليها، فلا هو مسلسل صلة رحم بالنسبة لي هو أفضل مسلسل خلال السنة بأكملها، عشان كده خد مني الوقت ده كله في الكلام. طيب آسر ياسين كان عامل مسلسل ايه السنة دي؟ كان مش فاكراه انت؟ يا لهوي، موعد مع الماضي. لا موعد مع الماضي بتاع نتفليكس. اه ده لسه نازل اللي كان عامله في رمضان، المسلسل اللي كان عامله في رمضان بدون سابق انذار. بدون سابق انذار، ايه رأيك فيه؟ هي دي بقى احلى مسلسلات اتعملت السنه دي. صح؟ مسلسل برضو قضيه حساسه وشائكه. جدا. تخيل كده تصحى من النوم في فجاه ابنك يتعب وتروح تحلله تكتشف ان هو اصلا مش ابنك.
طيب احنا مش عايزين، انا فاتتنا حاجات، عمالين نحرق احداث، لا حرقنا في اللي فات ده احداث كتير. ده بقى يعني احنا ما احنا اسفين. بنقول للناس اللي ما اتفرجوش عليه خلينا من فمش بس ده كان عايزين. موجود من اول حلقة. اه ده كان موجود تمام. في اول حلقة. اه لكن هنا في، يعني هنا الموضوع عايزين ايه ناخد بالنا بس ايه عشان ما نحرقش الاحداث. هحاول. الطفل كان بارع. انا لسه كنت هقول الطفل لك كان بارع. اجمد ممثل كان اسمه يوسف تقريبا او ياسين حاجة كده. الطفل كان تمثيله حلو جدا. قوي. الولد بيمثل احسن من مسلسلات تانية كانت موجودة خلال السيزون لأبطال تمثيلهم مش زيه. وآسر ياسين وصل مشاعر الاب وبتضاربها بكل حاجه. ده حقيقي. حتى يعني عائشة بن أحمد اللي الناس وعائشه بن شايفة احمد برضه. إنها ممثلة، في ناس قريت على النت كانت ناس بتقول إنها ممثلة ضعيفة، مش موهوبة، مش قادرة بالعكس هي مقدمة الدور زي ما مطلوب. انت يعني واحدة بعقليتها حسب طبيعة الشخصية هتعمل ايه يعني؟ هتقعد تصوت وتلطم؟ ما انتوا مش جايبين واحدة من حارة شعبية. طيب طبيعة الشخصية كده. ده في الدراما. مم. هندخل حاجه تاني في الدراما ولا قفلنا القايمه على كده؟ لا ثواني بقى، اتفضلي. عشان احنا كان عندنا مسلسلات كتير. قولي لي. احنا ممكن برضو ندخل حالة خاصة. حاله خاصه. طه دسوقي. ده وده كان في 2024. كان 2024. ده في اولها بقى. اه. تصدقي. اه. اه. وبالمناسبة رغم ان انا متضايقة منهم جدا ان هما ما قالوش انه مقتبس عن المسلسل الكوري محاماة الاستثنائية، لان احنا بنتابع وبنتفرج، مش يعني ما يضحكوش علينا. بنفس تفصيل الشخصية، بنفس فكرة انها محامية، بنفس فكرة انها مريضة توحد، بنفس بنفس فكره فكرة السماعه. السماعة وشنطة الظهر. ايوه. يعني هو كان نحت باين للمسلسل. لا، في رسم الشخصية نحت بس باين. بس طه اداها بعد اه. كويس جدا. طه بجد. يعني هقول لك ميان كانت عامله من كام سنه، ميان السيد كانت طالعه مريضه توحد برضه. شوف اداء ميان وشوف اداء طه دسوقي، هتعرف قد ايه طه دسوقي هو حد اشتغل على الشخصيه، ما شافهاش من بره وكده، لا هو قاعد اجتهد وشاف تفاصيلها، عارف ممكن يتكلم ازاي، يتشتت ازاي، يركز ازاي، ما يحبش ان يكون في بعد تواصل جسدي ازاي. لا طه بالنسبه لي نقل لي المسلسل بشكل كويس. اغاني هاني شنوده في المسلسل هي دي اللي ودت المسلسل في حته تانية. تمام. اختيار موفق جدا انها تتوظف مع حالة طه بالتحديد في المسلسل. طيب ايه مسلسلات تانية تدخل معانا؟ هقول لك انا في مسلسل عايزه ادخله معانا في القائمة. هقول لك انا عندي مشكلة معاه بس هو يستحق انه يكون موجود في ايه هو؟ القائمة. اللي هو المسلسل اللي كان فيه عصام عمر واحمد داش. انا مش فاكر اسمه. بس هو كان فعلا مسلسل، لا مسلسل كويس جدا كان على مسلسل فكرة. كويس من كلمتين، انت عارف لو احنا بنلعب لعبة الاسماء المتقاطعة، بس هو اسمه سقط مني حالا مش عارفة ليه. لكن ده كان مسلسل فعلا قوي، فعلا حلو. تمثيل عصام عمر واحمد داش مع بعض كانوا عاملين دويتو هايل. تركيبة الشخصيات اصلا ان هم يكتشفوا ان هم اخوات، وبعد كده كل واحد بقى بالعالم بتاعه هيتعامل ازاي، ونشوف بقى الحقيقة بتاعت باباهم وما واخوات ذلك. اخوات كل واحد ليه شخصية مختلفة تماما عن تماما. التاني. تماما، وده من بيئة وده من بيئة. ده اتربى بطريقة، وده امه ليها ده طريقة، مامته وده بسمة اه وبسمة كانت عاملة دور حلو في المسلسل. جدا جدا والله. وصابرين برضه. وصبري صابرين على كانت عاملة فكرة دور كويس. صابرين تغيب وترجع بحاجة. احنا هنكتب اسمه على الشاشة بالمناسبة عشان الزهايمر اللي عندنا ده، انا مش عمال اجمع، مش فاكر اسمه. هو انا يعني تمام. بس هو المسلسل فعلا حلو. طب ايه مسلسل رايك في حلو. مسلسل لحظة غضب؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه، بس في المسلسل اللي هو حلو عندي مشكله معاه من ان هو ما كانش يستحمل 15 حلقه. ما نعملوه كام حلقة؟ 8 حلقات يا ماجد. ما فيش حد هيعمل كده في مصر. ده يستحق يكون مش 8 حلقات. هيلموا حقه يا في جوانب انتاجيه يا ضحى. انا فاهماك. ضحى بره بيعملوا 8 حلقات وكده، لان بره سعر المسلسلات بتتباع لمنصات ديجيتال وبتاع، بتجيب بالجازي، يعني مش حدش هيعمل دلوقتي 8 مش حلقات دي. مبرر خط الشر بالكامل اللي كان يعني موجود في بتبقى المسلسل بتبقى ضعيف بتبقى جدا. قليل قوي ان حد هنا يفكر يعمل 8 حلقات، لازم يكون بايعه ولازم يكون مأكد عليه، فاهمه؟ ولازم قصص كده بعلاقه بعمليات انتاجيه كتير، حسابات كتير جدا عشان انزل لك مسلسل 8 حلقات يعني. كان لازم فاهم؟ يكون 8 حلقات، لا اما يجتهدوا في خط الشر لان خط الشر كان ساذج جدا وطفولي جدا وما فيهوش اي تعب. طب لحظه غضب. حبيت المسلسل لحظه غضب بالمناسبه. فكرته جديده. فكرته صايعه. يعني هيرام هو متاخد من فيلم اها. حلو اللي هو بس. هي لعبته صبا مبارك. صبا مبارك. لعبته لما كانت بتمثل حلو لانها اه السنه دي عكت كتير. لا لا بس عملت تمثيل كويس قوي. عجبني دورها وعجبني محمد الشخصيه شاهين اللي لعبتها محمد شاهين. عمل دور حلو قوي. ده انا بقى محمد شاهين ده، انا مش عارفه
ممثل هايل وممثل تقيل ومكلف في اعماله، وانا حابه ان انا اشوفه اكتر. تمام. شاهين بيعرف يلعب الشخصيات كويس قوي. مم. نقل لي حالة الأخ المتوتر اللي مش عارف يعمل إيه، وبعد كده جالك بعد كده في نفس التانية إن هو بيدور على أخوه، بعد كده فكرة الخط الشائك الجدلي. مم. لا، شاهين عرف يلعب على تفاصيل الشخصية بكذا صراع في كذا خط جوه المسلسل. تمام. أنا حبيت لحظة غضب. إيه رأيك في أنت بقى في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وحالة الجدل والتيك توك والكلام ده؟ بصي، هو اتكلم على حتة، امم. هو تقريبا واخد قضايا من الواقع اه طبعا. حصلت واتكلم على حتت كويسة. اه. والسيناريو متماسك، انا اه. شايفه متماسك لحد ما. دور ليلى اه. احمد زاهر، اه. انا شايفه مقبول، يعني شايف ان هي ادت اللي عليها. سلمى ابو ضيف اه. اعلى منها شويه. بكثير. بس دورها برضو كويس، يعني ما اقدرش اقول برضو ان هي ابدعت فيه قوي. يعني ده وجهة نظري. انت وجهة نظرك ايه؟ لا، مختلفة معاك. اه. أنا حاسة إن سلمى أبو ضيف الدور ده كان فارق في حياتها. ايوه. سلمى ابو ضيف السنه دي كانت موجوده معانا في حاجتين تقريبا حسب ما انا اتذكر، كانت موجوده معانا في المسلسل ده، وكانت موجوده كمان في فيلم ألف وثلاث عيون اخراج امير رمسيس. هنا كانت لعبه كاركتر مختلف تماما، وكانت لعبها حلو. في فيلم ألف وثلاث عيون كانت طالعه هي الصغيره، كانت بتقلد دور ميرفت امين بس بشكله المختلف الجديد. وفي نفس الوقت احنا شفناها هنا. لا، هي كانت لعبه على تفاصيل الشخصيه بشكل مختلف. في اول كام حلقه كان عندها لزمات في الكلام، وما كانتش لسه عارفه تمسك الشخصيه، وده كان واضح. لكن بعد كده تداركتها وعرفت تقدم الشخصيه كويس، وبالعكس كان دور مناسب جدا ليها. ليلى احمد زاهر، هتفق معاك في انه اداء مقبول، ولكن كان في مبالغه في الاداء، والمخرجه ياسمين كانت لازم توجهها اكتر من كده. ولكن اقدر اعتبر ان ده كان دور تحدي ليلى احمد زاهر نجحت فيه. بنسبه كبيره، نسبه كبيره اه. ولكن المبالغات لو كانت المخرجه قالت لها ما تعمليش كذا وركزي كذا، لان محتاجين مخرج يعرف يقول للممثلين ويديرهم. بس هو مسلسل نقدر ندخله في القائمة مستريح يعني. هدخله في القايمه ما عدا نهايته. تمام. تمام، دي بتبقى دايما إن موضوع نهاية المسلسلات ده ناس تحب ناس لا تكره. لا، نهايه المسلسل اتغيرت. تمام. ليه بقى؟ عندك معلومة؟ يعني مش معلومه قوي، بس انت ما خدتش بالك مثلا ان نهايه المسلسل مره واحده المسلسل غاب لك حلقة يومين كده، بعد كده جالك بحلقه مختلفه. امم. تفسيرك ايه بقى؟ رقابة؟ اتلعب فيه. امم. المسلسل ده اتلعب فيه. طيب ماشي، مش هنقعد بقى عشان ما ندخلش في تكهنات. م- ننقل على اللي بعده. م. ايه، خلاص نقفل قائمة الدراما على كده؟ خايفه اكون سقطت مسلسل كويس من زخم المسلسلات اللي كانت موجوده عندنا في السنه دي. مسلسلات حلوة جدا السنة دي فعلا. اه. طيب ندخل على الكوميدي. الكوميدي. ايه بقى؟ اشغال شقه وش. طبعا. اكتر مسلسل كوميدي ضحكني السنه دي. ما احنا اتكلمنا عنه في بداية الحلقة، هنسكيب فهنتجاوزه. اللي بعده. كامل العدد بلس وان. اه كان لذيذ، انا اتفرجت عليه المسلسل فعلا. بالمناسبة انا اتفرجت على الجزء الاول ايوه. اللي هو كامل العدد بلس 1 الاول، اه. فشدني جدا، عرفت ان كان ليه جزء اللي هو كامل قبله. العدد عادي. اتفرجت عليه، ويا ريتني كنت اتفرجت على الاول، بس برضو يعني انا شايفه لذيذ. قوي. شايفه لذيذ وشايفه مسلسل جميل ايه قوي. رايك في تمثيل دينا الشربيني؟ والله ما تزنقنيش، لان انا دينا بشوف نفس طريقه زعيقها، نفس طريقه. برضو شفت اللي قلت عن هشام ماجد، امم. خربونه دينا الشربيني. بس هنا كانت متوظفه صح، انت ايوه. وعندك ما عندها هي ست بقى من عيال، كتر من متوقع كتر منها ما هي ايه؟ من كتر بقى، هي دي بقى الكارثه. من كتر ما انا بعمل اداء في كل حاجه، لما اجي اقدمه في موضعه، عارفه، مش من كتر ما الناس يعني خدتك عليه. بس ده اشوفه في الاخر، يعني الاختيارات معرفش. الاخيره لدينا الشربيني ده، لكن لا، كان ليها اختيارات كويس. شوفها في جراند اوتيل مثلا. يا ستي كان جراند اوتيل ده من 7 8 سنين يا ضحى يعني بس هي عندها. يا ده جراند اوتيل ده كان هي معمول امبارح. نقدر نقول انها عندها اختيارات خاطئه بانها موظفه نفسها في نفس الشخصيه خلال الفتره الاخيره، ولكن ده ما يقولش انها ممثله ضعيفه. يعني بالعكس، يعني بقولها حلوه قوي يا يعني انا ماجد. مثلا تخيلت ان لو منى زكي مكان دينا الشربيني في كامل العدد، كانت هتعمل دور عمرها. انا شايف كده مثلا. مم. هقول لك منى شلبي، والله كانت هتعمل دور عمرها برضه. مش عارفه، انا شايفاها دينا. انا بقول لك منى زكي لو عملت الدور الام اللي بتاعه، لا شحتفه منى زكي. انا بقول لك اهو. منى زكي. انا طبعا مم. يعني، بس برضه هو بس مسلسل كويس وما نقدرش والدويتو ننتقص ما من. بين دينا وما بين وشريف شريف سلامه سلامه. كان حلو جدا. شريف سلامه. والاطفال الاطفال حلوين كل جدا. طفل فيهم كان قايم بدوره. وكلهم هيعلقوا معاك. وكان التوأم خلص. ويعني كانوا لذاذ قوي. بالمناسبه حتى الرقاصه اللي هي بدرة. بدرة
كانت بتمثل. والله مصطفى درويش كان عامل دور، الله يرحمه، الله كان عامل يرحمه، دور كان دوره حلو. ممتاز جدا، الله الله يرحمه، يرحمه. الله يرحمه. يعني فعلا كان فارق قوي في المسلسل، ومدي نكهه جدعانه على شعبي على جميل. كوميدي كده هو لذيذ. اصلا مصطفى الله كان حد يرحمه. كويس اصلا، الله يرحمه. طيب ندي مين تاني؟ هو مش بالطو كان السنه اول 2024؟ لا بالطو كان السنه اللي فاتت 23 23. والله، ده الايام اخر بتجري. سنة. طب ايه ايام بتجري يا ماجد. يدخل معانا ايه تاني كوميدي؟ تقريبا بابا جه. بابا جه ما شفتوش، بس يعني لافينيا نادر كانت عامله دور حلو، اللي هي الطفله الصغيره. ايوه. السنه دي ده كان الاطفال. اكرم حسني. وكان اكرم حسني كان اداؤه مقبول يعني. يعني يدخل معانا القايمه. يدخل لو بص، يدخل كان حقيقه السنه دي 2024 فعلا المسلسلات كانت اتفق كتير معاك، قوي كان في غزاره. وكانت حلوه. ودي انا شايف برضو كده، شايف ان حلوه. كانت السنه دي طفره على مستوى الكواليتي، مم. الكم والكيف. ده حقيقي. يعني التصوير، الاماكن، اللوكيشنز، كان في انتاج القصص، واضح، في كتابه متعوب عليها، في مخرجين كده نقدر نفتح صدرنا عليهم. في فرصه اتاحت للكتاب الشباب ان هم يطلعوا باعمالهم، فنشوف حاجه حلوه. طيب ندخل بقى كده في السريع على ايه الأسوأ. اللي يا جماعة دي قائمة الأفلام اللي ما تضيعوش وقتكم عليها. والله يعني خصوصا إن أغلبكم بيتفرج أونلاين، فدي خسارة فيها الباقة. والله نقدر نسميها كده، أفلام خسارة فيها الباقة. صح كده؟ نسميها كده. يعني هو مش بس الباقة، اللي دخلها السينما خلاص خسر فلوسه. انا خسرته. مش عايزين انتوا كمان تخسروا، الباقة غليت من أسبوع. ووقتهم قلت تمام. لكم أكلة حلوة مع حبايبكم، والله أولى. تمام. ايه بقى؟ دوس. يعني احنا كده خبطنا في الحلل، معلش. فابدأي بقى بعد ما خبطنا، تبدأي بمين؟ اصل اول واحد ده اللي هياخد الخبط كله. ايه؟ تاني ايه؟ سمعته؟ ايه؟ اهو ده فيلم نزل واتشال ولا حدش سمع عنه. ايه تاني ده؟ ده كان بتاع غادة عبد الرازق واحمد غادة عبد الرازق. ده لا تخيل. ده اللي كانوا بيقولوا عليه الملكة. ما هي كانت بقى خير. خيشت. لما مين معاها احمد ادم. انتوا بتتكلموا بجد والله؟ اه احمد ادم عمل الفيلم السنة دي؟ والله انت مش عارف. شفت؟ ايه ده؟ اهو من فشل، اصل ده فيلم اتحط اتشال تقريبا ما كملش اسبوع اصلا في دور العرض من كتر ما هو كان كان مين تاني في الفيلم ده؟ لا فعلا والله العظيم بيومي فؤاد. الله بجد انت مش متابع بقى. مش متابع ايه، وانا ما شفتوش حتى في طبق اليوم. انا اسف يا جماعه، ممكن يكون جهل مني، بس ما على فكره تلاقي اغلب الناس ما تعرفوش ولا شافوه اصلا. طب ليه دخل؟ يعني المفروض اسماء تقيله، ايه مشكلته ده؟ اولا ما كانش فيه كيمياء ما بين الممثلين، انت شايفهم كلهم واقفين بيرصوا الكلام، لا في كيمياء ولا في ترابط ولا حد حاسس الشخصيات، والشخصيات مش متناسبه مع اعمارهم. ده قفت من النجوم الكبار دلوقتي. يعني تحس ان هو عايزين يفضلوا شباب طول العمر، مش عايزين يكبروا، والاتنين بيتخانقوا على غاده، يعني صباح العسل. لكن الفيلم كان مستوى القصه والتمثيل لا والاخراج كان ضعيف، مفيش عنصر فيه قوي ولا عنصر، فطبعا ولا عنصر بجد يا ماجد. وبالتالي دخل السينما وخرج منها ما سمعناش عنه حاجه. يعني طب اللي بعده، سمعت عن فيلم اسمه كارت شحن؟ ايه يعني؟ والله ممكن اكون مش عارف، بس ما اتفرجتش عليه. الحمد لله. ده بتاع مين؟ والله انا لو قلت لك، بص ده كان بتاع محمد ثروت. محمد ثروت دمه شربات. هنا هو ما كانش طالع على انه اداء كوميدي، كان طالع ايه؟ كان بيبدأ يكتشف نفسه في الاداء الجد وشويه كوميدي. المسلسل كتابته ضعيفه جدا، الفيلم كتابته ضعيفه جدا، اخراجه وحش جدا، كان يطلع منه حاجه احسن من كده، لان هو بيتكلم في فكره ان احنا دلوقتي بقينا عايشين على فكره الكروت. كارت الكهرباء بالكارت، الغاز بالكارت، فالحياه هتبقى عامله ازاي للمواطن؟ كل حاجه فيه بتبقى بالكارت، والرؤيه المستقبليه لو الحياه فضلت بالكروت هتبقى عامله ازاي؟ فكره حلوه. كتب بطريقه ساذجه سخيفه عبثيه، مفيش ترابط فيها. وبالمناسبه انا لما قلت الكلام ده عنه وقت عرضه، المنتج بتاعه تقريبا هو مؤلفه اتخانق معايا. لا والله، اتصل بيا على التليفون، انا مش عارفاه، لقيت رقم غريب دولي بيتصل بيا، اتصل يتخانق معايا. هو عايز ايه يعني؟ عايز ان انا بص يا عم ده رايي انا، وانا قلت لك ان ده رايك انت. لا الفكره كمان ان هم يماجد الناس دي بتفتكر مثلا ان انا عيله مثلا عندي 20 سنه ولا حاجه، فاللي هو لما يتفاجئوا بقى ان انا طب انت اصلا دارسه نقد، يتفاجئ بقى ان انا اصلا ناقده ودارسه نقد، فاللي هو يسكتوا. طب انت شفتيه بقى في سينما ايه؟ يعني ايه شفته في سينما؟ طب انت شفتي نهايته؟ شفتيه للآخر؟ يعني انت تستجوبني يا سيدي حتى لو انا متفرجه يا عم انا عاديه، متفرجه لسه هقول لك يا سيدي، انا بقى مواطن والفيلم سيء، مواطن يا اخي، هتيجي وشوفه تضربني يا اخي في ايه؟ الفيلم ضعيف يا اخي في ايه يا اخي؟ هتخوفني ده يعني. ايه ده؟
يعني ايه التفكير واللي ده؟ حرام عليكي وانت المفروض كده يعني ده راجل هتخسرين بيأدي الانتاج. الفن، يعني المفروض الراجل يكون ده انا متفتح حطيت كل ومتحضر فلوسي عن في كده الفيلم، شويه يعني. طب يا سيدي وانا مالي، انت حطيت كل فلوسك على الفيلم وطلع وفي وحش. السعوديه وفي الامارات كسر الدنيا. طب انت سمعت عنه في طب مصر؟ خلاص يا عم، انا لميت روح فلوسك يا لهم عم، بقى. يا عم لميت فلوسك يا عم، زعلان انك عمال تقول لي خسرتني ليه؟ والله يعني يعني مش لميت فلوسك، ده رايي ان هو وحش. فيلم ضعيف بجد. طب مين كان، مين ابطاله تاني محمد ثروت؟ تصدق والله العظيم تقريبا كان في بيومي فؤاد برضو. لا ما تبصليش لان انا ما اتفرجش عليه اصلا. انا اصلا ده انا بسمع منك بالصدفه. طب غير كارت شحن؟ هقول لك برضو كان في فيلم عادل مش عادل بتاع احمد الفيشاوي. امم احمد الفيشاوي ليه بيعمل في نفسه كده؟ انا متضايقه منه انا مش جدا. عارف انا الصراحه. متضايقه منه جدا لان انا بحبه هو ده جدا. مش عادل، مش عادل ده اللي سابه، اللي عشان مسك ولاد فيه رزق. عشان ولاد رزق. يا رجل، تخيل. يا تخيل. رجل، يا رجل، صح معانا قول لنا ازاي. يا رجل. شوف انا قلت لك في 100 يعني تمام. اه. تمام. ولا كان ليه بقى هو حب ان هو ياخد بطوله؟ ايوه. يا ريته ما طب هو ما عملها. عمل بطولات قبل يا كده ريته يعني؟ ما عملها. يعني تمام. لان احمد الفيشاوي ممثل شاطر ويجي منه. هنا اصلا حتى ما مثلش بالمناسبه، هو كل اللي اعتمد عليه ان هم داروا التاتو بتاعه بالميك اب، ميك اب تحفه. ما فيش حته في جسمه هو غير على طول كده الميك اب بتاعه هنا معمول احلى، انت لما يعني. تشوف هتاخد هو على بالك. طول لما بيخش انا شفت له من الكواليس قبل كده انه لما بيدخل يصور بيدهنوا جسمه كله مش عارف بايه كده، بيبقى نفس لون البشره مم. عشان يداروا على التاتوهات بتاعته. لا كان ضعيف. وبالمناسبه كان ليه برضو فيلم السنه دي اسمه السيستم. برضه وحش. برضو كان وحش، ولكن كانت الحسنه الوحيده في الفيلم ده عشان كده ما حطيتوش في اسوأ افلام كان طارق لطفي. طيب طارق لطفي كان عامل دور حلو قوي فيه، علشان كده ما قدرتش احطه ان هو فيلم سيء عشان هو بس. انا لو شلت طارق لطفي الفيلم ده بالنسبه لي الصراحه مع السلامه باي باي. طب بالنسبه لطارق لطفي احنا تقريبا سقطنا العتاوله ولا انت مسقطاها عن عمد؟ هو لما انت احنا شرير يا ماجد، مش شرير قفشتني. ليه مسقطها عن عمد؟ قفشتني يا ماجد. يعني مسقطه ان احنا ما حطيناش في. ما اصل بصي، ما هو العتاوله لازم نتكلم عنه، يا هتدخليه في الاسوأ يا هتدخليه في الافضل. ما ينفعش يبقى في الاوف سايد لانه في الوسط. فعلا. هو بالنسبه لا لي هو كده. مسلسل مهم، مش هينفع مفيش وسط في ده بالذات. ده كان مكسر انت الدنيا. شرير. لا مش شرير والله والله. شرير. هو كان مكسر لان الدنيا. انت كده بتجرجرني ايوه اتكلم في اداء احمد السقا، دي ست بقى احمد السقا تمام. وبتجرجرني لا بس كان اتكلم. معاه اتنين عتاوله ما هم بقى. دول العتاوله. باسم هم سمرة دول العتاوله. وطارق لطفي. طب ايه رايك في تمثيل زينه في المسلسل؟ يعني والله انا شايف انها عملت المطلوب منها. انت شايف كده يا لا ماجد؟ هي انا بقول لك رايي، لا اتفضل. هي علت من الدور قوي ولا هي، بس اللي علوا قوي من ادوارهم كان باسم سمرة طبعا. نور قوي وطارق لطفي. بالظبط. حلو. يعني الاتنين عملوا ادوار عمرهم. اه. احمد السقا من وجهة نظري ادام انت سالتيني اضعفهم تمثيليا، اه. الاتنين كلوه. ونصيحة والله نصيحة صادقة، بما ان في العتاولة اتنين، لازم يا احمد السقا تشتغل على نفسك علشان تبقى قصادهم وش لوش ومعاهم. ما ينفعش يبقوا هما الاتنين العتاولة بس، انتوا 3 شخصيات ب3 خطوط رئيسية. بجد ما ينفعش. طيب عشان برضو ما نطولش، مم. ده هيدخل معانا في قائمة الافضل ولا الاسوأ؟ افضل مسلسلات نرشح الناس تتفرج عليها اللي ما اتفرجش على عتاولة، ولا ندخله في الاسوأ؟ هنراعي الجماهير وهحطه معاك في الافضل مراعاة للجماهير لان ليهم جماهير كتير. طب ايه رأيك بقى نخش بقى كده بقى، ده احنا سخنا على حق عرب. عرب السويركي. اه. تستوستيرون. انا مسميه احمد يعني مش عارف في ايه يا احمد يا عوضي. مالك يا عم، كلنا اتربينا في عين شمس والمطريه في اه. ايه يا عم احمد؟ ما انا مش فاهم، كنت كل ظهور بنفس الطريقه بنفس تون الصوت مفيش بنفس جديد. الشبحنه يا عم. في المره مفيش دي جديد. تلاقيت برضو المسلسل اللي نزل بيه السنه دي بيقولوا اسمه فهد البطل، هو برضو بنفس البوستر كده، برضو تقريبا طالع في نفس السكه. انت عارف ايه يا خال في احمد ايه؟ العوضي ده باللي هو بيعمله ده مش هيكمل سنة سنتين كمان وهيقعد في البيت. مش عارف في لو ايه. ما غيرش من نفسه هيعمل كده. انا ولا بقول هو لك اهو. المنتجين اللي حاصرينه في الحته دي؟ هو اللي حاصر نفسه. ما عادي ممكن يقول لا على الورق، ما دي شطاره يعني مش لو في عارف. ممثل شاطر هيبقى عنده وعي اللي هو لا انا عايز العب دور مختلف. مش عارف في شفت ايه. الاسكندراني؟ اه ولا يا ولا ايه ده؟ انا والله ما عارف. ايه ده؟ انا والله بقول لك هو دخل في تيمه كده. وبعدين بالنسبه لي هو مش ممثل شاطر اصلا يا ماجد. طب ليه بقى هنخبط في الحلال؟ هو تمثيله ضعيف. ما بيعرفش. ضعيف. طبعا يا ماجد. ما نقولش ان هو مؤدي جيد، حتى مؤدي جيد لا يا ماجد. تمثيله واحنا كلنا ضعيف. عارفين ان اللي كان سنده السنين اللي فاتت كانت زهره مع ياسمين. طب ما هو طلق هو يا ست وناجح، والمسلسل الغريب ان حق عرب ده حقق جماهيريه وسط الناس، والمسلسلات دي بتاكل مع الناس والله. والله بتاكل مع الناس. عوض غياب محمد رمضان. لو محمد رمضان كان موجود ما كانش حد اتفرج عليه. متأكدة؟ متأكد. امم يعني ما مش عارف.
الناس كانت مفتقده الجزء ده، بس انت خلي بالك كان مين قصاده الناحيه التانية. كان فيلم مسلسل المعلم. ايوه. فلا طبعا كان حق عرب نبيل. مقارنه بالمعلم. ف طيب بقى حق اه عرب ايه في الأسوأ؟ اه ما ترشحوش لحد. طب والمعلم بقى بالله عليك اسوأ عشان الاسوأ. انا اسوأ والله الاسوأ. انا اتصدمت. يعني اتصدمت. يا انا مصطفى شعبان ليه المسلسل كده؟ ده اتورطت فيه. مين اتفرجت على ورطك؟ الحلقة التانية التالتة، يا عيني. لدرجة عايز اعرف ايه يا عم هتجددوا هتعملوا. لا 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 لا، ضحك مسلسل عليه. يا خبر ابيض يا مصطفى يا شعبان. لا ضاع. ليه يا مصطفى يا ضاع شعبان؟ ضاع. ويعني مش عارف وشفت ب100 راجل بقى مم، سمية خشاب. لا ما شفتوش. ده من حسن حظك. يعني النجوم دي نجوم كبار، يعني مش فاهم في ايه. انا مش عارفه بيعملوا في نفسهم كده ليه، اختياراتهم وحشه جدا، التمثيل سخيف. طب بما اننا بنتكلم في المسلسلات السيئه، ايه رايك في مسلسل صدفه لريهام حجاج؟ ما شفتوش، بس في ناس، شفت ناس شكرت فيه وقالت لعبة دور المدرسة بشكل مختلف، وشفت ناس تانية قالت هي ما بتعرفش تمثل. هي فعلا لعبته بشكل مختلف، اه. شكل مش هتشوفه في حياتك. سيء للدرجة دي؟ بص، لعبة الشخصية بمنتهى السذاجة وبأسوأ درجات التمثيل الكوميدي. تخيل ريهام حجاج بتمثل كوميدي، ايوه. ما تجيبش، تمام. ما تجيبش. وهي اصلا مش عارفه توريك تعبيرات الشخصيه ولا عارفه تحسها، فبتعتمد على المبالغه الاكتر من اللازم في تعبيرات الوش وحركات الشفايف وبربشه العينين وحركات البق. مم. ضعيفه ضعيفه ضعيفه. مسلسل يكاد يكون من أسوأ المسلسلات اللي كانت موجوده السنه دي. طب عندنا مسلسلات تانية في القائمة الحلوة دي. نعمل افوكاتو. بتلعبي انت في عداد عمرك مع انا الجمهور. عارفه، انا اسفه، انا اه. عارفه ان ليه جمهور كبير، وبالمناسبه هو نجح جماهيريا جدا يا ماجد. ايوه. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي فنيا، هل هو مسلسل قوي فنيا؟ طب معلش، وانا عندي سؤال هنا. اقول. يعني الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي دول، مم. هو بيتفرج على مسلسل تسلية. مهم. ادام هو بالنسبة له، في ناس كتير كده مهم. ادى غرضه من التسليه، يقول لك يا عم بلا نقد بلا بتاع، هتقول لي فنيا وقطعات مونتاج وميكساج وسكريبت. انا مش انا ما انا شايفه مسلسل مسلي. مهم. هو مش وظيفه الفن من اهم وظايفه انه يكون تسليه؟ ولا انت من مبدأ الفن رساله والكلام لا انا مش من مبدأ الفن رسالة، لان طيب. انا ما بشوفش ان الفن رسالة اصلا. طيب حلو. ايه بقى يعني مسلسل جاب سوكسي مع الناس، عمل ترند على السوشيال ميديا، الناس شايفاه كويس، انت بقى مشكلتك معاه ايه؟ طيب، عندك الحشاشين وعندك نعمل افوكادو، ايوه. الاثنين عملوا ترند، والاثنين انا عملوا هقارن ايه نسبة بايه يا مشاهدة. شيخ؟ ما انا هقول لك، والاثنين عملوا نسبة مشاهدة. انت بنفسك دلوقتي قلت لي هتقارن ايه بايه؟ ليه؟ هنا في تقل، في صنعة، هنا في انتاج. بالمناسبة نعمل افوكادو واخد انتاج. انت الانتاج في ايه؟ انت بتتكلم عن محمد سامي. محمد سامي انت عارف بينتج بكام؟ انا ماليش دعوه. هو المسلسل نفسه انتاج في ايه؟ ولا سافر ولا راح ولا جم مصورين في بيوت عاديه؟ اجور ممثلين بقى ما وجود ممثل. تعرفش. طب يعني مش انتاج، ما ما فيهوش هو نفس صرف يعني على ما هو زي ما في صرف هنا لا في توظف. ديكور مخصوص ولا في بتاع ولا في. انا هنقارن ايه؟ عشان كده بقول لك المقارنه بايه؟ حشاشين نجوم كل صف اول، صرف، سفر، طب ما انت عندك مي عمر، نعتبرها اخراج. نجمة صف اول دلوقتي. تمام ماشي، مش مختلف طبعا. ومعاك نجم احمد صف، زاهر. نجم صف اول ونجم صف اول تمام. بس انت بتقولي ان المسلسل برضو مش حلو، مش رغم حلو انه معاهم مخرج بيعرف من اين تؤكل الكتف. الا مع مراته. اه. يعني هو بينجح مسلسلاتها لكن ما بيعرفش يوجهها. طب ما هو بقول لك المسلسل انت نفسك اعترفت انه واكل مع الناس. واكل مع الناس، انا ما انكرتش ده، امال ايه لكن بقى؟ ضعيف فنيا هو اولا. معلش مع احترامي ليكي بقى، مش عايزين نخبط يا جماعه في الحلل، بس هي تخلينا نخبط في الحلل والصوان. هو محمد سامي من امتى بيعمل مسلسلات قويه فنيا؟ اديني مسلسل ما اوه انت اللي اوه يا ست، هو مسلسلاته تجاريه. هو الراجل واعتقد ان هو كمان عارف نقطه قوته يعني. ولكن كان ليه مسلسلات. لا هقول لك، شوف زهرة وازواجها الخمسه، يا ما ده ست محمد سامي وده والله، محمد سامي. ما انت بتتكلمي من 10 12 يعني. ما هو صباح الفل. يعني الانسان بيكبر في العمر بيتطور ولا بيتدهور؟ هو شاف السوق رايح فين يا هو ضحى، بس عارف ومشي السوق معاه، رايح فين. وده اللي خلى المنتجين تشغله، وده اللي خلى القنوات تشتري اعماله مسبقا، وده اللي نجحه. طب خلاص، ما هو ما بنقول لك، بيعرفش ما انا يدير لسه بقول لك اهو. ممثلين يا ماجد. يعرف من اين تؤكل الكتف. جايب لهم احمد زاهر هيزعلكم زعقتين. حلو. هجيب لكم اسمها مي عمر تيجي هي تنتقم وتبقى الغلبانه. حلو. مش هوريكم اي كادر طول المسلسل، لان انا هغيم لكم على خلفيتهم علشان احنا خلاص ما بنهتمش بعلاقه الممثلين بالمكان ولا بالديكور ولا باللوكيشن. حلو. ايه ده؟ طيب هو ده التفاصيل دي يا جماعه، التفاصيل دي تفرق معاكم؟
قولوا لي في التعليقات. بتفرق في الحاله يا محمد، بتفرق في محمد الحاله مين؟ جوزي. والله انا هسكت بقى. محمد بيه، اسفين يا باشا. بتفرق في الحاله يا ماجد. لما انت دلوقتي حطيت لي ممثل في مكان معين، المفروض المكان ده ليه علاقه بالشخصيه، سواء مأثر فيه او هيأثر فيه بشكل او باخر، سواء وجودها بقى في المحكمه، وجودها في المكتب، وجودها في المكان اللي قفشت فيه الخيانه. طيب مفيش ربط. انا مفيش عايز ربط. علشان احنا هنطولنا قوي في الحلقه دي، دلوقتي الاسماء الاسوأ هتنزل برضو كامله على الشاشه عشان برضو تعرفوا اختياراتها. عايزه اقول حاجه بس، قولي احنا لي. اسفين، انا عارفه ان اللي احنا خبطنا فيهم دول ليهم جمهور كبير، وانتوا نفسكم اكيد حابين الاعمال اللي احنا اتكلمنا عنها، ولكن انا اتكلمت فنيا. ممكن تختلفوا معايا، تتفقوا معايا، وانتوا لازم تقولوا لي ده عشان اعرف برضو انتوا حبيتوا ايه وما حبيتوش ايه. طيب اخر سؤال امم بس في الايجاز، يلا. ايه الممثلين اللي نوروا قوي السنه دي؟ هقول لك، آسر ياسين كان منور السنه دي. تمام. مصطفى غريب كان منور السنه دي. تمام. آم، محمد شاهين كان منور السنه دي. تمام. كريم عبد العزيز كان منور في الصباح. هو طول عمره منور يا الله. منور منور. الله حسد يعني، هو 5 في 1 انا هو يعني بسم الله ما شاء الله ذكي جدا في اختياراته. مم. طيب محمد ممدوح، ولو بنتكلم برضو ميكس ما بين الافلام والمسلسلات، ومنى زكي كانت منوره السنه دي، طب منوره والشباب، جدا. الشباب بقى الجيل هقول اللي لك، طالع ده. لو انت شفت مسلسل 6 شهور، اه كان في مروان، ولد اسمه مروان اللي هو كان طالع صاحب البطل. ايوه، اللي كل شويه عايز يتجدعن معاه فساعات ايوه يلبسه مصيبه. فيلبسه. ايوه الولد ده فعلا هايل. تمثيله. تعرفي ان من كتر الشبه بينه وبين دياب، قلت دياب بقى. والله العظيم انا كنت فاكره اخو دياب. ايوه. انا كنت فاكره فعلا اخو دياب. امم الممثل شبه غريب ما بينهم، فما هو اعرفش. شاطر قوي. وحتى في تون صوته كده في شبه من دياب. طب مين تاني؟ هقول لك، جهاد حسام الدين اللي كانت طالعه في بدون سابق انذار، الزوجه اللي كانت متجوزه احمد خالد صالح. ايوه دي كانت عامله الدور حلو قوي، كانت ايوه. شخصيه رماديه كده لعبها بشكل بصراحه حلو. في مين تاني؟ هقول لك، في نورة عبد الرحمن كانت طالعه في صله رحم، اللي هي البنت الحاره الشعبيه اللي اتضحك عليها، ايوه وكانت طالعه برضه في 6 شهور في في ست شخصيه شهور البنت سلمى، المنافسنه دي، المنافسنه كده. المنافسنه الصفرة دي. ايوه. هي فعلا عملت الدور ده حلو قوي. الدورين عملتهم حلوه قوي. تمام. هقول لك، وفي ميشيل ميلاد، ميشيل ايوه ميلاد اللي كان طالع مترجم في اشغال شقه، ايوه ابن اللذينه ده. وكان طالع برضه في 6 شهور، ايوه كان طالع اللي هو الاي تي. يا لهوي ده كان عسل. اه هقول لك، ونانسي نبيل، وجه شاب برضو. نانسي نبيل دي كانت طالعه في صله رحم، اللي هي شخصيه ريكو، ايوه اللي كانت عايزه تعمل العمليه مرتين بتاعه الاجهاض. ايوه. عملت الدور حلو قوي، ولعبت تفاصيلها بشكل مختلف، وهيكون نجمه قريب لو ركزت بجد في اختياراتها. هل لديك اقوال اخرى في هذه الحلقه؟ لا يعني احنا اسفين وكفايه وخلاص، كفايه كده، خليهم ايه، نبقى بساط عليهم، لان هم مش هيسكتوا عليا في الكومنتات، انا عارفه. لان احنا هنستنى رايكم في التعليقات، ومهم جدا تقولوا لنا انتوا كمان البلاي ليست بتاعتكم في التعليقات. رشحوا لنا انتوا كمان، يمكن يطلع عندكم اختيارات افضل من اللي احنا اخترناه. اكيد احنا حابين فعلا نعرف ده، ممكن اصلا تبقوا مختلفين معانا او متفقين معانا، وانا بجد حابه اشوف انتوا بتفكروا ازاي، حبيتوا ايه. نورتينا يا ضحى. بنورك يا ماجد، انت دايما منورني واحنا دايما منورين بعض. شكرا جزيلا. نشوفكم على خير باذن الله. مع السلامه. مع السلامه.